كله منك. انت السبب. انت حصل لك. انا كنت قاعد في حالي. لازم توزني على الشر وتقول له انت المسطره. لا انت توزنك على الشر في ايه؟ ايه اللي حصل لك؟ قول لي دلوقتي. قفشت في الاتوبيس. ماشي بتعمل ايه؟ طحنت ايدي في جيب واحد. ايه؟ بتسرق يا عيال؟ والله مش عشان اجيب حاجه تسترني. بدل ما تخلفت ورميني على الرجال كده من ساعه ما اتولدت. بعدين انا ما كانش قصدي اسرق. انا كنت بتضايق. بعدين كنت بدفي يعني بص كده بنطلون مقطوع كنت بدفيها في جيب الراجل. راجل يا عيال. طب امك حصل لها ايه؟ ماما ايوه. ايه اللي حصل؟ حصل لها ايه؟ هربت؟ راحت فين يعني؟ بص انا مش فاكر قوي يعني بس فعلا امك عارف ايه كده. تقريبا نطت من شباك الاتوبيس في عربيه نص نقل معديه. ورحت نطت في عربيه نص نقل. لكن انت كويس متهيألي. ده منظر واحد كويس. وكل الجروح دي وانت كنت في الاتوبيس بتعمل ايه؟ ضربوني في الاتوبيس. واقف تحت العجل؟ لا تحت الناس. تحت الناس. الحمد لله ان انت سليم. لكن اتفضل يا دكتور. بس ولا كلمه. اتفضل يا دكتور. الواد مين فيكم مصاب؟ الواد حالته صعبه قوي كمان. بس بسيطة إن شاء الله بسيطة. عايز ايه يا دكتور؟ انضباط ظروفي. راحة تامة في السرير لمدة سنة ونص. ممنوع الزيارات ودايما يكون لوحده. اكتئاب. لأنه مرض معدي. الظروف المعدي. اخلص. ممنوع ياكل أو يشرب أو ينام. ما ينفعش. شكرا يا دكتور. ايوه طبعا انت عايزها. لو سمحت ما يجيلكش في حاجه وحشه ولا ايه؟ طب الله. اتفضل. طب أنا عايز أروح. عايز تروح؟ عايز أروح. روح. طب في شخص غريب كده جه عندي في عيادتي. انا ما عرفتش اتكلم معاه خالص. وانا دلوقتي مش فاكر هي فين. يعني انت عايز تروح؟ طب انا اعمل لك ايه؟ توته تعالى يا توته. نعم يا بابا. قولي لي يا توته، هو سعد اتكلم مع الدكتور كتير؟ طول الطريق يا بابا سواق التاكسي ده 3 مرات والدكتور ما فتحش بقه بكلمه. طبعا هو يتكلم مع سعد يقدر ينطق بقه يا عيني. عشان كده الراجل نسي الطب ونسي مكان عيادته. اهو شايفاه يا عيني. معلش يا طب حضرتك، خد الدكتور وصليه لعيادته وتعالى. ها؟ حاضر يا بابا. يلا يلا يا دكتور يلا. بابا انا الدكتور ده نرفزني وانا بتنرفز ما اعرفش بقى اقرا اخويا بتخدم وبتاع بيضرب بيتخدم ولا ايه بقى في ايه بقى؟ بس اهدى خلاص. مالك؟ يلا تعالى شيل معايا ندخله جوه. ونجيب له دكتور غير اللي انت ضيعته ده. يا اخويا عمري
ما انت متشاف فوق. صلي يا سعد، صلي احسن حاسس اني اموت في البيجامه. لا ما اخويا اصلي لك. لا انا بصلي لربنا بس، ولا انت يعني عشان يهمني فين بيها شهيد لابس جلابيه فاكرني اصلي لك. حد معترض على حاجه؟ اعتقد دلوقتي كلكم اقتنعتوا بمدى احقيتي فيها. يلا قدام على الدقيقة. يلا ما تخافوش، مش هتحسوا بغربة، ما انتوا كنتوا عايشين معايا على الارض. يلا اتفضلوا قدامي. أنا اللي
دلوقتي بتمنى الرجوع بالعمر والأيام وراه وما سيبش حاجة تجرحنا كل اللي فيه بعدي جراه كتير اتغيرت وحاجات كتير اتكسرت احنا كده بندم وتبقى لحظة ندمنا متأخرة شايف؟ محدش عايز سيبهم لي بقى حسين دول حق ونسيب. انت اللي وقعتهم في كل الخطايا دي. انا كنت بعرض خدماتي بس لكن هما سمعوني ونفذوا. هم بشر والبشر بطبعه ضعيف ميال للخطيه. من يوم ما خرجته من الجنه وعرفته الشر بقى يميل للشر وطبيعته اللي خلق الفساد. انا مالي، انا عايز مالي. اخرس دول ولادي انا. بأمارة ايه؟ مين فيهم افتكر؟ مين فيهم نفذ وصية من وصاياك؟ مين فيهم حبك من قلبه؟ كلهم ولادي وانا عايش جوه قلوبهم وكل اللي انت فكرتهم بيه ده لحظات ضغط في حياتي لكن مهما بعدوا عني بيرجعوا لي لانهم ولاد مولودين على ايديا جوه كنيستي ومش ممكن اسيبهم. انا سمحت لك تجربهم مش تجربهم. حتى لو هم مش عايزينك؟ لا انا ما وفرتش نفسي على حاجه لكن انا متاكد ان حبي ليهم هيرجعهم ليا. بس دول خلاص ماتوا وضاعت فرصتهم في التوبه والرجوع ليه. حتى لو ندموا دلوقتي من كل قلوبهم خلاص وقت الندم فات والجحيم هو مصيرهم الابد والعذاب معايا هيكون هو عملهم اليوم في الجحيم. انا بكرههم لانهم على صوتك وشهوتك. بكرههم لانك بتحبهم ووعدهم على قد كرهي ليهم هعذبهم في جحيم وهجيب اضعاف هجيب الارض كلها هنا كل الارض وهعذبهم. هيتمنوا الموت ومش هيطلوه. هيتمنوا الموت ومش هيطلوه. انتوا ليه؟ متنا؟ ايوه حلمت ان عربيتي احنا اتقلبت فينا وكلنا متنا. وابليس واقف قدام باب الجحيم بيفكر كل واحد فينا بالخطيه اللي هو عملها. تخيل انا كمان حلمت نفس الحلم. وانا كمان يظهر ان احنا متنا فعلا بس ربنا حب ان هو يدينا فرصه ثانيه. ياه ده ربنا ده حنين قوي. ايوه ما شفتوش كان بيبكي علينا ازاي؟ طب تفتكروا احنا نستاهل الحب ده كله؟ نستاهل ايه بس واحنا كل واحد فينا عايش حياته بطريقته. والمشكله ان كل واحد فينا بعيد كل البعد عن ربنا. بس احنا من جوانا بنحب ونفسنا بجد نبقى معاه وما نغلطش ولا نعمل خطايا ولا نضايق. بس ازاي وطرقنا كلها بعيده كل البعد عنه وكل واحد مشغول اللي في مذاكرته واللي في دراسته واللي في عياله واللي في مستقبله. ده غير لذة الخطية اللي بتخلينا حتى نقع فيها من غير ما ابليس حتى يوقعنا. ما خلاص بقت عادة فينا ومش هنقدر نبطلها. طب نعمل ايه؟
ما اقدرش اتخيل ان انا اعيش في الجحيم ده. ياه، ده الجحيم ده وحش قوي. انا ما اقدرش اتخيل ان انا اعيش في عذاب والم وخوف لدرجه ان اتمنى الموت وما اطلبش. انا مش عايز العيشه دي، لا. يعني ايه للابد؟ يعني هنفضل كده على طول؟ يعني عذاب مستمر ما بيخلص؟ انا ما اقدرش استحمل كده. انا لازم اشوف حل لنفسي. انا عن نفسي مش هغلط تاني خالص. انا ما اقدرش اتخيل ان انا اعيش في الجحيم للابد. يا ريت يا عداد اخويا، الكلام مفيش اسهل منه، بس المهندس ازاي؟ لازم نستغل حب ربنا لينا وما نخذلهوش، مش بس عشان احنا مش عايزين نروح الجحيم. الكلام هيبقى اسهل لو عملناه بالحب، لو ما نغلطش عشان بنحب ربنا اللي حبنا كل الحب ده، لو نفكر نفسينا كل شويه ان هو جنبنا شايفنا ويحبنا. أنا مش عايزة أموت. ايه رايك نعيش على طول؟ نعيش على طول؟ ايوه، نعيش على طول، فرحانين على طول، مبسوطين على طول، عيشه كلها فرح وحب وسلام. ودي فين العيشه ديت؟ مع يسوع في الملكوت. تعرفوا رغم ان ادم غلط وربنا طرده من الجنه، الا ان الجنه كانت على الارض، لكن ربنا دلوقتي فتح لنا السماء، فتح لنا الفردوس. رغم ان كل واحد فينا غلط اضعاف ادم، الا ان بموت المسيح بدل كل واحد فينا بيساوي ادم والانبياء والقديسين. تفتكر يا ابونا بنستاهل ندخل الملكوت؟ للاسف لا. قليلون هم الذين يدخلون الملكوت، قليلون هم اللي يختاروا الطريق الصعب والباب الضيق، وللاسف اكثر اللي مش هيختار ان هو يعيش في الملكوت هيعيش للابد في عذاب الجحيم. يا ريت ننسى حياتنا اللي فاتت ونستغل الفرصه اللي اداها لنا المسيح. احنا كنا ميتين وهو رجعنا للحياه، والفرصه دي اداها لكل الناس. الكل كان بيموت ويدخل الجحيم قبل ما المسيح يموت على الصليب ويفتح الفردوس لاولاده. يرضيكم دم المسيح يروح هدر؟ يرضيكم دم المسيح يروح هدر؟ يرضيكم ندي فرصه للشيطان يخطفنا من مسيحنا حبيبنا ويحزن قلبه؟ يرضيكم ابليس يظهر من ربنا ويقول له ادي ولادك اللي حبيتهم ومت عشانهم سابوك وفضلوني انا، حبوا جحيمي وسابوا ملكوتك؟ يرضيكم؟ لو كان يرضيكم انا ما يرضينيش، انا ما يرضينيش. ان كان عليا انا هسيب الكنيسه اللي بخدم فيها، هروح القرى والارياف، هناك محتاجين خدمتي اكتر. هطلب من ربنا ان هو يسامحنا على الحياه اللي فاتت من الاهمال والتهاون. سلام. طب والرحله ابونا؟ مش عايزين، مش هنروح. رحله ايه يا عم كمان؟ احنا قدامنا رحله طويله للسماء، ربنا يعيننا عشان نوصلها بالسلام. تعالوا يا احبائي، تعالوا بقلب واحد وروح واحد نرفع قلوبنا لربنا ونقول له يا رب. أنا ملكك أنت وخدام، عمري ما قصر بالي كلام، مش هعمل تاني غير حاجة واحدة، غير إني أعيش بس عشانك. أنا ملكك أنت
محتاج والتعبان بتجيب له علاج والقلقان بتطمن فيه على طول مش حابب إنسان من حضنك والدنيا كلها بتحبك اسمك هفضل أرنم بيه وهقول أنا ملكك أنت وخدام عمري ما كسر تاني كلام مش هعمل تاني غير حاجة واحدة غير إني أعيش بس عشانك أنا ملكك أنت وخدام عمري ما كسر تاني كلام مش هعمل تاني غير حاجة واحدة غير إني أعيش بس عشانك يا إلهي أنا عايز أقولك إن أنت حبيبي وبحبك هعمل أي شيء علشان يرضيك وهرنم مع كل الناس أصلي لقيتك من الإحساس إني أعيش علشان أهتف ليك أنا ملكك أنت وخدام عمري ما كسر تاني كلام مش هعمل تاني غير حاجة واحدة غير إني أعيش بس عشانك أنا ملكك أنت وخدام عمري ما كسر تاني كلام مش هعمل سوليفان قدام خدمات الكنيسة التسجيلات والمساعدات قدس يوسف والإضاءة فهمي أثناسيوس صوت عاطف ناشد تصوير ولاء إبراهيم فيديو بلاد حنا ميك اب الشيطان شيري سليم موسيقى تصويرية ترانيم أسامة حنا محولي نشكر المرنمين مينا سوليفان ومورين ويليام مينا سوليفان ومورين ويليام حرب دور نادي ستيف دكتور الست الجلبانة لميا دانيال دكتور صفي رنا إبراهيم والد ثروت أمين لولا والد ثروت سوسن سوليفان نادي أمين توتا ريبيكا عوض ملاك باسم يوسف ريزا ماركو جالي الدكتور مرة ثانية مدينة سوليفان أفراد الرحلة حسب الظهور ماجد مايكل سعيد أمير جورج سمير الكاهن سونيا تناسيوس نادين جايلان أرمانيوس ثروت وليد سمير عم كمال يسري الموسي شيرين مارينا الشاي عادل مينا توادرس جانيت هيلين توما روماني إبراهيم سمعان عريان لويس توما أبانوس توما نانسي داينا توما وقام بدور الشيطان والإخراج المسرحي
سامح سلامة. نشكر حضوركم معانا النهارده ونتمنى تكونوا قضيتوا وقت سعيد. اتمنى تكونوا في اناونس صغير معانا النهارده. اتفضل. هستأذنكم على لحظة دقيقتين بس. أنا عايز أفرحكم، ربنا افتقدنا في خدمة الذين لا سمع أحد يذكرهم، بدأت في سيتي نشكر ربنا، اللي هم المنتل والفيزيكال، الولاد المعاقين ذهنيا وجسديا. إن شاء الله هيكون في قداس، هو الأمر قداس في كل الكنائس، كل مرة كل شهر كل سبت. القداس الجاي إن شاء الله هيكون يوم 2/8 في كنيسة ماري مورغوس أرنكليف. يا ريت اللي يعرف حد يقول له، يعرف اسره يبلغنا او يبلغ الاباء وهم يبلغونا من الكنيسه. يا ريت. النقطه الثانيه، لو حد بيحب الخدمه دي يا ريت برضه يبلغ الاباء، عشان احنا بنبدا كل كنيسه هيبقى فيها فريق للخدمه دي. الفريق دوت هو استمر اكثر من سنه يقدموا الاعمال الحلوه دي، وان شاء الله يكملوا معانا لسنين عديده باذن ربنا بصلوات ابونا معانا. نشكر محبتكم وحضوركم. نشكر كل اللي تعبوا النهارده، كبير والصغير، واخواتنا اللي بيصوروا واخواتنا اللي بيعملوا موسيقى، وبنشكر اخواتنا اللي تعبوا من التمثيل، تعبوا وعملوا مجهود بقالهم اكتر من 3 شهور بيتدربوا، يعني اكتر من مره في الاسبوع. ربنا يعوض تعبهم ووصلوا لنا رساله حلوه جدا. يا ريت الرساله ديت اللي احنا النهارده خدناها نفكر فعلا فيها. إن كانت صحيح قدمت لنا بصورة كوميدية، ولكن هي رسالة لكل واحد فينا عشان يراجع حياته ويراجع فعلا هو ممكن اشتياقه للملكوت ولا اشتياقاته للعالم. يا ريت النهارده المسرحية نخرج بيها برسالة، وإن كانت بصورة مضحكة وكان فيها حاجات حلوة لينا، لكن برضه نخرج بيها برسالة. نشكر كلكم، نشكر الحاضرين، نشكر كل المصورين، ونشكر كل اللي تعبوا في الموسيقى والجميع، كل واحد اسمه والصوت كمان كنا بنفكروا. فربنا يبارك في الجميع، كل واحد اسمه. وان شاء الله نشوفكم في حفلات ثانيه السنين الجايه باذن ربنا. اشكركم جميعا. امين. هذا السلام. اللهم اجعلنا مستحقين كلك بشكر يا